شخص في ساحة الزيتون بقلب مدينة زيوزو، وقاموا بالإفطار جماعيا علنا. تناولوا السندويشات، المياه المعدنية والمشروبات الغازية وحتى الكحولية أمام دهشة واستغراب أنظار سكان مدينة تيزي وزو. هذا الفعل الشنيع يعد الأول من نوعه والذي تشهده المنطقة والوطن عموما، كان تحت شعار نعم للتسامح واحترام حرية الغير، وقد أطره الكثير من المناضلين المحسوبين على الحركة الداعية للحكم الذاتي بمنطقة القبائل في غياب تام لمصالح الأمن. الزميل حسن زيزي غطى الحركة وعاد لنا بالتالي. Écoute, تفضل l'aéroport d'Alger ذيرو مين par respect تغمين على لا طابل ديال الناس تنظن عيناني سي با ريسبي على لا ريليجيون على الاسلام نكون اذا كي زعما البلاد ديال القبائل كزيك زكويرن كونتر الاسلام نو تاكي سي ان نو سورا جامي توليري ذاك تيزيوز زيك تيزيوز تاع كاين اللي متبقر عند الغاشي الناس مام يتشارم الله شويه لكن اللي كان نعم بون سونتي مام يبغى يكيف هذه يسوي شوازي يسيزول هذه خثيرين ندروا ايزولي هذه راح هذيك ثورة كاين شو على كذا وكاين انسان يحسب انت كل ربي سبحانه ثورة اني كاخذ من هكا تمزورت خسرنا مليح ماشي لا ناس خسرنا القبائل لا ناس خسرنا دين الاسلام لا ناس خسرنا كلشي لا ديون مشيت نتا ونقرا حنا هذيك